يا خالة شلون بيه برد كسر ايديا يا خالة شلون خالة ولك امير امير خالة ها وجعان قوم لك جيب لي جقاير خلصن مو زين هذيك خالة اسخام خالة عندي امتحانات فاينل بدي تفتهمين ما اقدر افتح حلقي ولك متقمص كأنك مرق ولك انتو يا شباب هذا الوقت يا شباب ما تقولوا لي والله بزماننا لا يهمنا لا بريد ولا حر والله يا الله اقوم لو تقولي لي ابوك مات ولك انت مخبل جاو ابوك غير صار له هواي من ميت لو تقولي لي اعطيك مليون اهم ما اقوم ولك انا هم سوتشي احكي وياك هسه اروح اقول لاخوك هذا الصغير اعطيه 10,000 يجيب لنا ب1000 دينار باكيت والباقي له. شو اسم جقايرك خالة؟ ولك كنت من كنتوك ان شاء الله. والله كنت غبيا عندما قلت لك لا أذهب الدراسة يا بطيء. 10 خالة 10 حبيبي. والله بعرفه انا جبت لها جقاير 9,000 هم حلوات بس مرة كبيرة يا اخي والله مرة كبيرة غلط تشرب جقاير شو اسوي اذا اعطيها جقاير تعودت يعني لا صار تغيير ولا شيء اذا ضميتها عنها راح تختلف علي تطردني من البيت شو اسوي خل اشوف هاي بل كترهم وياها خالة وين صرت هاي جبتك اياه؟ تفضل خالة ولك شنو هذا مو كيت من البرد خالة من البرد صار هيك ولك انا ما مرتاح لك ابد ولك روح لابو المولدين هذا كل ساعه قاعد يطفي علينا خالة قلت لك بردان كل ساعة عم طلعتني والله دليتيني هيك ترى انا قلت لك 9,000 دينار مو شويه لا هنا الصدق دليتيني اوكي يلا ولك قلت له جيب لي كينت جاب لي هذا ما ادري شنو وحتى مفتوح شوف والله ولك خالي هذا هاي شنو هاي ورقة حتى ما اعرف ايش مكتوب بيها وما اشوف عيوني رسالة من السماء اتركي التدخين ملاكي بس هذا ولك هذا امير مو خالي وما يبطل سوالف ابد ولك هو هذا الجيل هذا الجيل هذا الجيل الوكيد والله ما قعدوا راح ابد هذا يجوز مسوي له سالفه وانا اعطيته 10,000 مو شوي متى انفتح؟ منو؟ انا خالة فتحك تن البريد وخل خالك شو تريد ولك؟ خالك تن البرد يفتح الباب خالك كانت ما تدري شاكو؟ كان غير اجت هسه رساله الي مكتوب بيها هذا ابن اختك المصخم الملطم بعد لا تفوتينا للبيت ليش؟ اذا تفوتينا للبيت راح يجيب لك الطلايب هذا العار خالة انا ما كتبت هيك ترى ولك يعني انت كاتبها مو هاي الرساله؟ والله على مودك خالة بدي فتح الباب على مود مو يلا لك ولدي يلا روح شوف بيتي اذا فيه يلا ولي وين اروح خالة تعال فتح الباب خالة صرت ملخبط وين باكر اليوم